قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن حذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم. قال الله عز وجل: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم فرض على الخلق طاعته في 39 موضعا من كتابه تعالى. وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر 4، وأن العصر 4، والمغرب 3، وأن العشاء الآخرة 4؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة، ومن 5 من الإبل شاة، ومن جميع أحكام الزكاة؟ أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين. من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. ولهذا من لا يعمل بالسنن كيف يؤدي فرائض الإسلام؟ كيف يؤدي فرائض الإسلام واجبات الدين؟ ثم بعد ذلك أخذ رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث والآثار في ذم هذه الطائفة والتحذير منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. قال: وحدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم، أي لا أجدن أحدكم، ألفين بمعنى أجدن، لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته. وقوله لا ألفين هذا اللفظ فيه النفي مؤكد، وهو بمعنى النهي،
نفي مؤكد وهو بمعنى النفي، لا ألفين، هذا نفي مؤكد وهو بمعنى النهي عن ذلك والتحذير منه. قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. ذكر الاتكاء على الأريكة في إشارة إلى معنى يتعلق بهذا الشخص الذي يرد السنن، وهو إعراضه، يعني الاتكاء على الأريكة شيء من الترف والإعراض عن طلب العلم وطلب السنن، فهو يميل إلى الاتكاء، إلى الخمول، إلى الكسل، عدم الإقبال على السنة والعناية بها وحضور مجالسها وحسن المذاكرة لها. هذا يحتاج إلى همة، لا يحتاج إلى اتكاء على الأريكة وترك أو الإعراض عن طلب العلم وطلب السنن. وهذا يذكرنا بمقولة عمر: أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. أعيتهم السنة أن يحفظوها، يعني هو يميل إلى الراحة والكسل والاتكاء على أريكته، لا ينشط للذهاب لمجالس العلم ولا لمذاكرة العلم. فإذا أورد له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبله ويقول لم أجد هذا في كتاب الله، ولو أحسن القراءة لكتاب الله والتدبر لوجد ذلك. فإن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. وسيأتي قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع المرأة التي قالت له: لم أجد ذلك، قرأت المصحف ما بين دفتيه، لم أجد ذلك في كتاب الله. قال: إن كنت قرأته وجدته. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني، أي من السنن الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. والرواية الأخرى للحديث جاءت بلفظ: لا أعرفن أحدكم. لا أعرفن من المعرفة، والمعنى أي لا أجدنه ولا أعلمنه، وهو من قبيل لا ألفين أحدكم. لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. إذا كان يقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، أين هو من اتباع قول الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.